عمرك حسيت انك عندك حلم كبير بس كل يوم بتأجله لبكرة؟ بتصحى تقول النهاردة هبدأ وتنام من غير ما تعمل حاجة. خلي بالك، التسويف هو القاتل البطيء للأحلام، ولو ما خدتش خطوة دلوقتي الحلم هيفضل مجرد فكرة في دماغك. ازيكم يا شباب؟ معكم صلاح في قناة ذا انرجي. تعالى نكسر الدايرة دي مع بعض في 3 خطوات بسيطة. افهم ليه بتسوف. التسويف مش كسل بس، ساعات بيكون خوف من الفشل او من النجاح نفسه. اسأل نفسك ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ غالبا مش بالحجم اللي انت متخيله. تاني حاجة، قسم حلمك لمهام صغيرة. اكبر سبب بيخلينا ما نبدأش اننا بنبص للهدف على انه جبل. قسمه لحاجات صغيرة، خطوة كل يوم. لو حلمك تبقى مثلا اي حاجة، فاهمني؟ ابدأ بحاجة صغيرة النهاردة، مش شرط انك تبقى عاملها كلها يعني. تالت حاجة، اربط المهام بعادة يومية. يعني مثلا بعد ما تشرب قهوتك الصبح اكتب فكرة، سطر، اي حاجة. العقل بيحب الروتين، ويكسر تسويفك بروتين بسيط. وفي النهاية يا صديقي، فاكر الحلم اللي في دماغك هو محتاجك تبدأ، مش مستني اللحظة المثالية لانها عمرها ما تيجي. ابدأ النهاردة خطوة صغيرة اقوى من فكرة كبيرة ما تتنفس. وانت تستاهل تشوف حلمك وهو بيتحقق قدامك، مش في خيالك بس. وبس كده، دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متستناش بقى باللايك والاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو ده على قد ما تقدر من صحابك عشان هم كمان يستفيدوا من الفيديو. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.